اخوان السلام عليكم. في الفيديو هذا غادي نطرقوا المباراة ديال غدا ديال المنتخب الوطني المغربي في اطار كاس افريقيا الاقل من 23 سنة ضد المنتخب المالي. غادي بعض الامور التكتيكية وكيفاش غادي ممكن انه يلعب عصام الشرعي، شنو هي القوة ديال المنتخب المغربي فين كاينة، لان هذا نصف نهائي خاصنا الحذر شوية. وايضا استغلال بعض المميزات ديال بعض اللاعبين داخل التشكيله. وفي الغالب التشكيله ما غاديش تخرج على التشكيله اللي لعبنا بها ضد غانا. هي كالتالي: غادي حراسه المرمى غادي كنظن بان علاء بن العروش رغم بعض، ولكن علاء بن العروش قام بتصديات ممتازه في دور المجموعات، الا ان بعض الاهداف اللي كانت آه، سهله بالنسبه له، ولكن هادشي هذا حراسه المرمى ما فيهاش نقاش بالنسبه الياس. علاء بن العروش، اما بالنسبه لإلياس ماغو ممكن انه يدخل يعني على حسب التصور ديال المدرب. في الدفاع الوافي وحلحال رضوان 100%. بالنسبه لشادي رياض ما يمكنش ان المدرب يقلب التشكيله ديال ثلاثه، مثلا يلعب بثلاثه ديال المدافعين على ود شادي رياض باش انه يدخل. ولكن شنا المستوى ديال صراحه مستوى زوين ديال حلحال وديال الوافي، ثنائيه زوينه في خط الدفاع. احنا نهضروا بدون عاطفه، بدون شادي رياض مازال الخدمه قدامه بزاف، ماشي حتى يلعب في البارسا ممكن انه يدخل رسميا ونقلبوا التشكيله. وهذه بالنسبه لي زال مثلا الأظهرة الدفاعية. فكاين العمراوي وكاين الهلالي. هادو الرسمية ديالهم مضمون. ديال التشكيلة اللي ممكن أنه يدخل بها. هادو التشكيلة الأساسية. بالنسبة مثلا المحور، فكنظن أن العزوزي هو اللي غادي يدخل. ريتشارلسون في خط وسط الميدان. زيد عليا السيباري، زيد عليا بلال أخنوس. التشكيله ديال 4-4 جوج في الغالب. غادي تلقى مثلا بلال اخنوس، سيباري، ريتشارلسون، اسامه العزوزي. تلقى قدامهم كاين الزازولي وكاين يانيس البقراوي. يانيس البقراوي كتبقى عنده افضليه على ابراهيم صالح بحكم الاحصائيات وتسجيل الاهداف ومجموعه من الامور. قدم احصائيات زوينه في دور المجموعات. داكشي علاش كنظن بان عصام الشرعي غادي يفضل يانيس البقراوي. هاد التشكيله هادي ديال 4-4 في الغالب غادي هي اللي غادي يدخل بها عصام الشرعي. علاش؟ الا دخل مثلا ب... آه، بلال اخنوس والسيباري، فهم بجوج كيخرجوا من وسط الميدان، ممكن انهم يلعبوا اجنحه. كيعطوك من وسط الميدان، كيعطوك زياده العدديه في الخط الامامي ديال الخصم، كتضغط عليه. وايضا كيخولوا لك باش انك تلعب بواحد الدفاع اللي هو دفاع متقدم. زيد عليا امير ريتشارلسون. اللهم بارك، واحد اللاعب اللي قوي في وسط الميدان. واحد الثبات، واحد التوازن اللي كيعطيه وسط الميدان هو العزوزي في المحور. فكنظن بانه ما غاديش تخلى على هذا الرباعي هذا. غتقول لي اربعه ديال اللاعبين في وسط الميدان ما يمكنش، ولكن شنا بان السيباري عنده ديك النزعه الهجوميه، هو وبلال اخنوس عندهم النزعه الهجوميه، عكس اسامه العزوزي وامير ريتشارلسون. هم واحد اللاعبين اللي تيتبادلوا الادوار في المحور. وهذا الشيء هذا كنتمنوا بان عصام الشرعي تكون الاختيارات ديالو اختيارات موفقه، يعرف كيفاش يجيري الماتش غدا. والحسن الحظ ديالنا اننا ما طحناش مع حامل اللقب اللي هو المنتخب المصري اللي حامل النسخه السابقه، اللي دابا داخل على اساس باش انه يدافع على اللقب ديالو. كنتمنوا باننا بجوج ندوزو الفينال، وجوج فرق اولا منتخبات عربيه يكونوا في اولمبياد باريس ان شاء الله. تحياتي.